ازيكم يا اصحاب عائلة احمد وزينة؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واستنوا الحلقات الجديدة كل يوم تلات وجمعة. ويلا بقى عشان نبدأ فيديو النهاردة. ماما، هو احنا كده وصلنا المكان اللي احنا كنا جايين عشانه؟ ايوه يا شيراز، هو ده المكان اللي هنشتري منه اللبس الجديد، وكمان هنشتري شوية حاجات للبيت عشان البيت الجديد محتاج حاجات جديدة برضو زيه. ياه، ده مكان كبير قوي وشكله فيه حاجات كتير قوي. تقريبا كده ده قسم الملابس. تعالوا نشتري اللبس الاول. اهلا اهلا بحضراتكم، اتفضلوا. هو ايه نظام اللبس هنا لو سمحتي؟ ممكن توصف لنا الاول؟ هنا في كل انواع اللبس اللي ممكن تتخيلوها. في اللبس العادي وفي اللبس بلاي موبيل، وكمان في لبس اطفال. يعني حضرتك هتلاقي كل اللي حضرتك عايزاه. طيب انا عايزه ابدا انا، ويا ريت تختاروا لي حاجه تليق عليا علشان انا عايزه اغير اللبس بتاعي شويه. طيب يا حلوة، تحبي حاجة معينة مثلا في مخك؟ عايزة شكل معين، لون معين، ولا عايزة ايه بالظبط علشان اعرف اختار لك حاجة تكوني حباها؟ ايوه، انا بحب اللونين قوي، بحب الاورنج والجرين. لو في اي حاجه فيهم اللونين دول انا بحبه قوي. ايوه فعلا شيراز بتحب اللونين دول قوي. ده انا بقى عندي حاجة ليكي هتعجبك قوي يا حبيبتي، فيها اللونين دول. تعالي بس كده وانا هعملها لك مفاجأة. يا سلام، اكيد مادام فيهم اللونين اللي انا بحبهم يبقى تحفه. ماشي، يلا تعالي ورايا. هي البنت دلوقتي بتقيس الطقم بتاعها جوه. في حد تاني منكم عايز لبس برضه ادور عليه ولا ايه؟ صحيح يا سولي، هو انت برضه هتحب تغير لبسك ولا ايه؟ لا 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 يا ماما، انا مش محتاج اي لبس ولا حاجه، دي بنتي وشيراز. اصلا يا مدام مفيش هنا اي لبس رجالي، كله حريمي بس. اهي البنت تقريبا خلصت. واو شكلها تحفه، متهيالي انتوا هتتفاجئوا قوي اول ما تشوفوها. تعالي يلا يا بنوته تعالي. واو شيراز شكلك تحفه، ياه والالوان كمان اللي انت اخترتيها بالظبط. فعلا شكلك حلو قوي يا شيراز في الطقم الجديد. عجبني قوي برضو يا ماما، انا فرحانه قوي ان انا جبت من المكان دوت. طب تعالي كده قدامي يا شيراز عشان اتفرج عليه كويس. ياه فعلا حلو قوي عليكي يا شيراز، وكمان لاقي على الشوز بتاعتك. لا لا بجد الطقم تحفه تحفه عليكي. خلاص يا حبيبتي كده عجبك الطقم ده ولا تحبي تجربي اي حاجه تانية؟ براحتك برضو، انا عندي اشكال كتير. لا 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 كده خلاص، انا ده عجبني جدا. بصوا بقى وانتوا بتتكلموا انا عجبني ايه. انا عجبني الفستان ده قوي وهتجنن واقيسه. ايه ده يا ماما، ده مش ستايلك خالص. ايوه يا ماما، وحاساه كمان مش هيليق عليك. يا خساره، بس كنت حابه اقيسه قوي. لا على فكره ممكن تجربيه برضو ممكن يعجبك اما تيجي تقيسيه. بجد هي انا فرحانه قوي ان انا ممكن اقيس الستايل ده. مش متخيله ان انا ممكن البس فستان منفوش. وانا بصراحه. طب يلا يا ماما جربيه بسرعه. تعالي معايا حضرتك علشان اقيسهولك. سيبوا يا ولاد ماما تجرب اي حاجه هي عايزه تجربها. حد يجي يساعدني، الفستان منفوش قوي مش عارفه البسه. حاضر حاضر انا جايه اهو. دلوقتي بقى مامتكم لبست الفستان، يا ترى بقى هيعجبكم ولا ايه؟ هي ورايا دلوقتي. تا 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 تا. ايه رايكم؟ حاساكي يا ماما شبه السندريلا عشان فستانك منفوش قوي. وانا كمان حاسه ان انا سندريلا قوي، بس ليا مزاج لو في فستان زيه تاني عايزه اقيسه. ممكن حضرتك تقيسي الفستان الاصفر ده؟ ايه رايك فيه؟ الله شكله حلو، انا فعلا عايزه اقيسه. طيب ممكن تخليني اقيسه؟ طبعا اتفضلي معايا. مش عارفه ماما عماله تختار فساتين مش ستايل بتاعها خالص، بس برضه شكلها حلو. ايوه بس انا بصراحه مستغربها جدا. وجينا بقى للمفاجأة التانية. ها ايه رأيكم فيا؟ اوعوا تقولوا بقى ان ده وحش، ده عجبني جدا. ايوه يا ماما حلوه قوي، برضه زي فستان سندريلا، بس مش وهي اميره وهي خدامه. ايه خدامة؟ يا لهوي يا شيراز انتي قفلتيني منه خالص، خلاص دلوقتي مش عايزاه.
بصي يا ماما، احسن لك ان انت تلبسي لبس بلاي موبل احسن علشان تبقي على طبيعتك، واختاري برضو شكل جديد. طيب ماشي. هل عندك بقى اي لبس من بلاي موبل؟ ايوه عندي كل اللي تحبيه. تعالي وانا البسك لبس بلاي موبل، وكمان احطلك ماسكارا على عينك علشان اخلي رموشك طويله. يا رب بقى ماما اللبس اللي تختاره المره دي يبقى حلو، علشان عايزين نشتري بقيه المشتريات. ايه رايكم بقى كده؟ اوعوا بقى تقولوا لي انه وحش، طبعا ده لبسي المفضل. واو، كده عجبني جدا. ايوه يا ماما، كده شكلك اللي انا متعود عليه. ايوه حلو قوي يا ماما، وعجبني انا كمان. ده لازم تشتريه. كويس، فرحت جدا انه عجبكم. خلاص لو سمحتي، هما دول الطقمين اللي احنا هناخدهم، وشكرا على كده. انا تحت امرك حضرتك. بعد ما تشتري بيت الحاجه اللي انت عايزاها في الحسابات هيحاسبوكي على الطقمين دول. طيب يلا يا ولاد بقى عشان نشوف هنشتري ايه تاني. ماما بصي هنا في العاب، انا عايزه اشتري لي كام لعبه. وانا كمان عايزه اشتري لي برضو لعبه. طيب يا ولاد اشتروا اللي انتوا عايزينه، كل واحد يختار اي العاب هو عايزها علشان يتحط في اوضته الجديده. انا عجبتني الدبدوبه دي وعايزاها. وانا هروح اجيب حاجه من الحاجات اللي هناك دي عشان نحط فيها اللي احنا هنشتريه. الافضل ان انا اخد الكبيره عشان شكلنا كده هنشتري حاجات كتير، الصغيره دي مش هتنفعنا خالص. يلا يا دبدوبتي جديده، تعالي يلا حطك. وانا هاخد العربيه دي، شكلها جديده قوي ما عنديش منها خالص. ماما وانا ممكن اخد لعبه تانية؟ ايوه طبعا يا شيراز، خدي براحتك. انا هاخد دي، عجبتني قوي، وفي منها اشكال تانية يا شيراز، ممكن تجيبي واحده زيها بس شكل تاني. ايوه انا هاخد التانية دي. هنا بقى قسم الادوات المنزليه، ممكن بقى انا اشتري الحاجات اللي انا محتاجاها. حلو قوي طقم التوابل ده، انا هاخد منه، وكمان الازازه الحمراء دي جميله. بصي يا ماما، الكوبايه دي شكلها جميل قوي، ممكن ناخد منها. الله، جميله قوي فعلا يا شيراز، انتي ذوقك حلو فعلا، انا هاخدها. كمان يا ماما بصي دي بنحط فيها اللبن، حلوه قوي علشان تبقى مخصصه للملك بس. وجينا بقى هنا القسم الحلل والصواني، انا هاخد دي ودي ودي كده. تمام ماما، احنا كده اشترينا حاجات كتير قوي، مش هنقدر نشيل كل ده. ايوه انا برضو بقول كفايه علينا قوي النهارده، نبقى ننزل مره تانية نشتري بقيه الحاجه. طيب يلا بقى يا ماما عشان نحاسب. لو سمحت انا عايزاك تشوف لي الحاجات دي حسابها كام، علشان احنا كده خلصنا كل اللي احنا محتاجينه. ثانيه واحده وانا هحسب الحسابات كلها دلوقتي. عمو متنساش، احنا كمان اشترينا طقم ليا اللي انا لابساه، وطقم بتاع ماما. شاطره يا بنوته، ذاكرتك قويه. تمام كده حضرتك الحساب مظبوط؟ ايوه كده تمام، حضرتك كده الحساب مظبوط، وعشان حضرتك اشتريتي حاجات كتير تقدري النهارده تخشي معانا السحب دوت. حضرتك هتسحبي ورقه من الورق دوت، وهتشوفي كسبتي معانا ايه، وممكن تكسبي التورته اللي قدامك دي. واو دي جميله قوي يا سولي، بص حلوه ازاي. يا رب نكسب التورته يا رب يا شيراز، دي شكلها تحفه. ماشي هسحب اهو، بسم الله. هي دي الورقه اللي انا سحبتها، اتفضل. انا مش مصدق نفسي، ايه ده؟ معقوله في حظ كده؟ انا بجد مش مستوعب. في ايه حضرتك، بجد كسبنا التورته ولا ايه؟ لا انتوا ما كسبتوش التورته ولا حاجه. امال حضرتك بتقول ليه حظنا حلو مادام ما كسبناش التورته؟ ثانيه واحده وراجع لكم. بصوا المدام كسبت ايه. واو بجد مش متخيله انها كسبتها. ولا انا، حاجه غريبه قوي بصراحه ان يبقى حظهم حلو قوي كده. ده احنا بقالنا كام يوم بنعمل السحب ده ومحدش بيكسبها ابدا. عموما لازم نهيص لهم بصراحه، كسبوا هديه حلوه. انا عايز اقول لك يا مدام ان انتوا كسبتوا معانا هديه حلوه قوي، وهتتفاجئوا جدا لما تشوفوها. بصراحه انا مش فاهمه اي حاجه، فيا ريت توريها لنا عشان احنا محتارين. ايوه يا ترى احنا كسبنا ايه؟ ثواني وهجيبها. هو الراجل ده راح جاب عربيه وجي ليه؟ اكيد الهديه حاطينها جوه العربيه. تبقى كده هديه كبيره قوي. حضرتك يا مدام كسبتي معانا العربيه دي. ايه حضرتك بتقول ايه؟ احنا كسبنا العربيه؟ يعني الهديه نفسها هي العربيه؟ ايوه زي ما بقولك كده، مش بقولك هديه قيمه وكبيره قوي، حظكوا حلو. انا مش مصدقه، انتوا اكيد بتهزروا معانا، اكيد ده مش حقيقي.
لا يا مدام، ده حقيقي، وتقدري دلوقتي تسوقيها وتاخديها وتمشي كمان بيها. متخيلة ان ده بجد والله. الحق يا شيراز، الحق يا سولي. يعني اقدر دلوقتي اسوقها وامشي بيها؟ اتفضلي يا مدام، دي بتاعتك، وكمان حطينا لك كل الحاجات اللي اشتريتيها في شنطة العربية من ورا. وكده اقدر اقول لكم يا اصحابي ان العربية بقت بتاعتنا فعلا، وكده بقى معانا شقة جديدة وعربية جديدة. يلا استنونا في الحلقات الجاية علشان تتفرجوا على الشقة كمان. وخلي بالكم ما تنسوش تعملوا لايك، والفيديو الجديد بينزل كل يوم 3 وجمعة. باي باي. يا اصحابي، لو عجبكم الفيديو بتاعنا وكمان عايزين تتفرجوا على بقية الفيديوهات التانية الجميلة قوي 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 اللي هتعجبكم خالص ومثيرة، يبقى لازم الاول تعملوا لايك للفيديو دوت، وكمان لازم تشتركوا في القناة وتدوسوا على الزر الاحمر ده عشان تبقوا مشتركين، ولازم تتفرجوا علينا وكمان تفعلوا الجرس علشان كل الفيديوهات اللي ننزلها جديدة تجيلكم على طول وتبقوا من اصحابنا. يلا باي باي.